بالله ليه ما نحمدك ونعيش حياتنا في انسجام وإن السهرين الجديدة ونزيد كمان الحن نظام وفعل ما ننساه دم راجع ده في كل اهتمام قبل المغرب النواميس منصوبة 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 ونعيش حياتنا وسلام. ما في زول من الناس اللي بيسمعنا كلمني حاول تستبين واللي كده بالراحه كده الماء مرق على قال لك شنو؟ والله عشان ما يسمعونا قالتين ناموسيات شدوا الاولاد قبال المغرب انا ما شديتهم البعوض عضام جاتهم ملاريا دقتني بالمفرقه غلطان غلطان وتستاهل دق المفرقه. كيف يعني يا اخواننا الواحد اولاده الحلوين قاعدين في البيت يقول له شد الناموسيه قبل المغرب ما المفروض يشدها قبل المغرب. صح يا اخوانا ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ يا اخوانا اهم شيء اننا نحافظ على صحه اولادنا. الناموسيه اسمع كلامي صح كلهم قاعد يدقوكم مكان يا اخوانا اهم شيء نحافظ على صحه اولادنا. يا اخوانا اولادنا ونحن زادنا نشد الناموسيه دي يا اخوانا قبل المغرب. بعدين يا اخوانا قلنا الناموسيه دي بتعمل 3 حاجات. تعمل شنو 3 حاجات اساسيه؟ بتهمل وبتقتل وبتطرد. اللي هي تهمل جسم عنينا من البعوضه. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ تمام. وتعمل جسم من البعوضه وبتطرد البعوضه لانه الناموسيه فيها مبيد مشبهه بالمبيد اللي بتطرد البعوضه. بعد ذلك قدر الله انه الناموسيه جات البعوضه ذاتها البعوضه جات للناموسيه في ماده مشبهه بتقتل البعوضه. عشان كده يا اخوانا عشان نحافظ على صحتنا لازم نستخدم الناموسيه. تمام يا اخوانا؟ لا اسمه شنو؟ الجار الجماعه دي هنا لا يا جماعه قال خلاه حتى الزول قال خلاه الزول قال خلاها. تعال يا حاج 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 تعال يا حاج. اسمك منو؟ وارث الحب. اسمك منو؟ عبد الكريم. الترجيل وصلنا للترجيل يا اخوانا. العلاج اسمه كوار كوار تمو صلى شديدا يا مسيح والله يا بلا ما يسر والله يا بلا ما يسر محمود فوق يضعه زي السكر ولعله في ناس النسر يا عماد الناموسية ناموسية اللي بتدوها قبل المغرب تحميك من البعوض بتحمي وتضرب يعني كيف يعني؟ بتحميك اول حاجه البعوض انت لما تكون فيها مجي لانه فيها مبيد بتطرد البعوض اول ما يجي يشم ريحه المبيد ما تجيك ايوه لو عملت فيها مفتحه وركز في الناموسيه المبيد حيقتلها تحميك من البعوض وتطردك من البعوض وتقتل البعوض قتل البعوض 3 التعبير الناموسيه 3 حاجات بتحمل البعوضة. أيوة. والبعوضة إذا جاي عليها بترجع ايوه وبتطردها وإذا خشت فيها بتقتلها. صفقة شديدة
أعراض الملاريا 4: الحمى والاستفراغ والصداع وألم المفاصل. إذا أنت حسيت بها المفروض تعمل شنو؟ تمشي الطبيب وصفقة يا أخوان شديد. تمشي الطبيب وتاني الطبيب بيقول لك اكشف عليك ليه بيقوم بيعمل لك شنو؟ ايوه وسالته قال لك ده 4 أعراض بيقول لك امشي وين؟ امشي المعمل واعمل فحص. كلامك صح. ايوه فوق اجابه صحيحه. طيب قلنا عسى دي يعني انت اولادك ديل لا قدر الله جاتهم ملاريا. تعريفها كيف ملاريا؟ هاي ما تعرفها ملاريا. كيف؟ ما الملاريا عندها اعراض. ايوه اعراض الملاريا شنو؟ الملاريا صداع ايوه وحمى واستفراغ والام في المفاصل. 4 أعراض. بعدين ما هي حمى ملاريا. اما ايوه يعني انت اهم شيء يا اخوانا تمشي الدكتور تكشف. ايوه تكشف الدكتور بديك يكتب لك الفحص. تمشي تفحص في المعمل. بعد ذاك تجينا يا اخوانا نشوف شنو؟ نشوف انه عنده ملاريا ولا ما عنده ملاريا. قال لك عنده ملاريا تاخذ العلاج. العلاج بتاع الملاريا شنو؟ انا عارفه علاج. حبوب شنو؟ كوارتم. اسمها كوارتم. طيب الراجمات مشت وين؟ لا الراجمات خلوها. الراجمات خلوها. كلامك صح يا اخوانا. صفقه للراجل اللي بتقوله يا اخوانا. الباعوضة يا عماد. الباعوضة والبتنجولين الملاريا اسمها أنسى الأنوفلس. اسمها شنو؟ أنسى الأنوفلس. الباعوضة والبتنجول الملاريا اسمها أنسى الأنوفلس. ماذا جبنا جمال؟ ايوه اسمي علي عباس حسن موسى محمد خير. علي عباس موسى محمد خير منو؟ محمد خير محمد منو؟ عاطف عمر يحيى. منو؟ عبد الله يحيى عمر ابو بكر. منو؟ انا اقول لك اذا ما طيب قلنا البعوضة. البتنجول الملاريا اسمها شنو؟ الأنسى الأنوفلس. صفقة شديدة. صح يا اخوان. صفقة شديدة. ابو صلاح قلنا علاج الملاريا اسمه شنو؟ علاج الملاريا ان شاء الله الكوارتم. صفقة شديدة. 10 عشان نحافظ على الناموسية بنعمل شنو؟ نبعدها من الشمس. تمام. وثاني غسيلة بشنو؟ بسعد اللحم. غسيلة طابونة شديدة. 10 لكن الناموسية دي أول حاجة نقوم نشدها شنو؟ قبل صلاة المغرب يعني وقت البعوضة بيجي فيه. ونلمها بتين نلمها بعد صلاة الصبح يعني بعد ما أصبحت الوقت طوال نلمها في حتة فيها ظل. يعني حتة ما فيها شمس. الشمس دي إذا ضربت الناموسية بتبوظ. المبيد اللي فيها بينتهي. وأهم حاجة إذا فيها قد لازم تقيدها. ليه؟ البعوض بخش لك بالقد. اي والله صح. قالوا عندك ملاريا، لكن الملاريا دي لما تجيك الحياة دي المفروض تعمل شنو انت؟ شنو يعني؟ لما تحس انه عندك ملاريا بتعمل شنو؟ اعمل شنو؟ تمشي الطبيب عاد. تمشي للطبيب ونمرة 1 تمشي للطبيب وثاني عاد تاخذ شنو ثاني؟ لا تمشي للطبيب والطبيب بيقول لك شنو؟ تفحص يا اخواننا. اجابة صحيحة. بالراحة يا اخواننا بالراحة. استمتعوا. انا نحميها من الشمس وثاني ونحميها من يا قريبة ونغسلها بالصابون الحجر. صابون الحجر وصابون شديد. مبروك.
وبرضه نرحب بفرقة مشاوير الدرامية من الاتحادية، ويمكن في الحملة الترويجية لاستخدام الناموسيات المشبعة، ونحن ولاية كسل الولاية الأولى التي يمكن يبدأ فيها العرض أو العروض الدرامية اللي هي 36 عرض في 12 يوم هتجول لجميع محليات الولاية، ويمكن لهم معانا 7 أيام. 21 عرض يمكن من العروض الدرامية فيما يخص مكافحة الملاريا، فيما يخص كل الطرق الوقائية من الملاريا، واستخدام بالتركيز على استخدام الناموسيات المشبعة. طيب الناموسية دي يعني احنا نحافظ عليها كيف؟ أنا بسيلها بيسووا بدرة ولا بيسووا ساق. صفقة شديدة من غسيلة ببودرة ولا صابون وتاني بيسووا اللحمة بس. نغسلها بصابون اللوح تمام وتاني؟ ما ناخدها في الشمس. ما ناخدها في الشمس. صفقة شديدة. خلاص منك انا اتعلمتها يا زول، منك انا اتعلمتها. انتظر التوزيع الجاي ضمان، انتظر التوزيع الجاي ضمان. افوق في سلوكي ويخاليش ناموسي فيني الصحة زمان. ناموسي تكبر فيها ما بطلب يا زول والله تديني 10. قلنا اسمه شنو؟ ما شاء الله فطرتي بشنو؟ طعمية؟ تمام. طعمية سمحة؟ قاعد تشتري من منو طعمية؟ اسمها منو حجة؟ اسمها منريرة. منريرة. طعميتها سمحة؟ تمام. في الشطة؟ تاكلي بالشطة؟ تمام. اسمه شنو علاج الملاريا؟ اسمه شنو؟ كوارتم. كوارتم. مسابقة شديدة. محمد. اسمك؟ الكوارتم. كوارتم. اسمك الكوارتم؟ بخيتة محمد. بخيتة محمد والكوارتم إجابة صحيحة. الناموسية دي بتعمل 3 حاجات، هي شنو؟ مايا. ايوه بتعمي تقتل البعوض. وتقتل البعوض. واحدة فضل لي. تعمل زول من البعوضة وتقتل البعوضة. خلو تطرد البعوض. صفقة شديدة. أربع أعراض هي شنو؟ الحمى. أيوة. آلام في المفاصل. في المفاصل. استفراغ. صداع. صفقة خليك معانا ودائما انت الرابع دائما مع مشاوير الكوميديا. الناموسية دي مشبعة يعني مشبعة بالمبيد. بتعمل 3 حاجات. ال3 حاجات دي شنو؟ تحميك من البعوض. تحميك من البعوض. تطرد البعوض. تقتل البعوض. وتقتل البعوض. صلوا وين؟ وفي كرار الحل وفعل ما ننساه راعي رفيقه بانتظار كابتن بغيري انا وامي منصوبة ونعيش حياتنا انا وسلام. ولك أول تعامل على الناموسية كيف؟ وأنا ناخدها من الشمس. ما تاخدها من الشمس. صفقة شديدة. وثاني
بقول تعرفون تاني وسيلة للشوق مصاب الحجر صبر شديدة صبر شديدة وعندك مساعدة فوق وهذا قالوا زول المفروض يستخدم الناموسية المشبعة. الناموسية المشبعة هنا تعمل ثلاث حاجات شنو؟ تعمل حماية للجسم. ايوه البعوضة. تصل البعوضة ايوه. وتحت البعوضة صوبة شديدة. تفضل يا حاج تفضل يا عم احمد. حطوا الافتراس معاي لقيت قاعدة نكرتني نحن حشدنا لهذه الحملة استراتيجيات من شأنها بإذن الله أن ترفع نسبة الاستخدام إلى ما نصبو إليه وهي 85%. نستخدم من خلال هذه الاستراتيجيات كل أساليب تعزيز الصحة من اتصال مباشر وغير مباشر. إن شاء الله برنامجنا حيكون فيه فرق مسرحية تروج لاستخدام هذه الناموسية من خلال عروض مسرحية تقدم عبر فرقة قومية استجلبناها من الخرطوم ستجوب ال 12 ولاية بإذن الله، وهي الآن بين ظهرانينا في عصار كبداية عملها بولاية القضارب، وستقدم إن شاء الله بهذه الولاية 36 عرض على مدى 12 يوما تجوب فيها أغلب محليات الولاية. يس انسى العنابلس وطبعا داير يقولوا انسى العنابلس وصبغه بشر فوق لقيت هذا جوا الناموسية معناتها الناموسية مقدودة. الناموسية مقدودة. لقيت قاعدة تعايل لي هاي نجدتني وجرستني وعذبتني خدتني بيتها. الله تعالى عجيبة هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. من اسمي؟ هبة علي. قلنا البعوضة اللي هي أنثى الأنوفلس اللي هي اللي بتنقل لنا الملاريا من الشخص المصاب للشخص السليم. اسمه أنثى الأنوفلس، لكن الزول بنعرف عنده ملاريا كيف؟ لما تجيه ما تستعجلي. لما تجيه 4 أعراض. ال4 أعراض للملاريا هي شنو؟ الوجع راس والاستفراغ. أيوه. ووجع المفاصل. وجع المفاصل. والحمى وصفقة شديدة. هاك ما توري يا زول ما توري.
أقول لك خيار واحد الحمى الحمى الثاني فاصل ويا عم فاصل ايوه مركت ثاني فضلك اثنين والصداع ثلاثة خلاص قربت الرابع فضلك واحدة شنو؟ الصداع والصداع والمفاصل فضلك حاجة واحدة والضحى لما الضحى قريبة الضحى حاجة من الخشب وفي الباعوضة اسمها أنثى الأنوفلس. اسمها شنو؟ الباعوضة أنثى الأنوفلس هي بتنقل لنا مرض الملاريا. باعوضة اسمها أنثى الأنوفلس. سألوك انت؟ سكت. سألونا محرك سكت. أنثى الأنوفلس. أيوة مطب باعوضة. هو أنا قلت شنو؟ مطب. طيب القاعد لا شنو حاجة عرب. لا صح؟ قاموا قالوا زول من عنده ملاريا، لكن عشان يعرفوا الملاريا المفروض يعمل شنو؟ المفروض يمشي للدكتور. امشي للدكتور نمرة واحد هيحصل شنو بعد ذاك؟ يديه العلاج. لا انا الدكتور وديه طوالي. يديه ورقة عشان يمشي المعمل يفحص سلمة شديدة. عبد الجبار سيد داوود نبي عبد الجبار من المعلومات اللي اتقالت دي تقول لنا اللي بتعرف ولو عرفت شنو؟ عرفت الناموس الباعوضة بتسبب مرض الملاريا. وثاني والناموسية بتضرب الباعوضة. ايوه الناموسية بتضرب الباعوضة وثاني وبتقتلها. وتحمينا من الباعوضة. تحمينا من الباعوضة وثاني علاج الملاريا. خليه علاج الملاريا وين غيره؟ من غسل الناموسية. غسل الناموسية مرة في الشهر وثاني غسلها بشنو؟ بصابون حجري. صابون حجر وصبغة شديدة. فاهم كم؟ 3 حاجات تحمل وتكتم وتضرب. طيب عشان نحافظ على الناموسية نعمل 3 حاجات. بنغسلها بصابون الله ونخليها بالشمس وإجابتك صحيحة.
شنو غير الدليل والملاحظ؟ عبد العزيز سليمان فرح لما يرى المليار يرضى الحمى الصداع والمفاصل والاستفراغ طالعه في الطول بعيدة من الشمس. تمام. 1 2 غزها في الشهر مره واحده. غزة في شهر مرة على الأقل مرة يعني ما نغسلها كثير. تمام. ثاني غسلها بالصابون حجر. نغسلها بصابون حجر ونغسلها بالبودرة ونص صابون السائل وصبغة شديدة. متأكد منه 500 مليار في المية. يا سلام. علاجها الملاريا هم فت بالشطة بالأتي مع صفر المية. يا عماد بالغت يا عماد. بالشطة بالأتي مع صفر النيم تودي الملاريا في خبر كيف. بتوديك انت في خبر كان. البنات شاطرات، البنات فايدات، البنات شاطرات، البنات فايدات. شكرناكم وايدكم. وده سؤال لكم انتم عشان الاخير اليوم هم. السؤال ده لو جاوبتوه خلاص تكونوا حاجة تمام. وتعالي انت، تعالي انت وصفقوا ليها يا ناس. خلوها يا حساد. اسمك منو؟ حواء عمر. حواء عمر. صفقة يا حواء عمر يا اخوان. اوعى واحد يوريك. قلنا الناموسية دي كده دي اسمها الناموسية المشبعة. بتعمل 3 حاجات صح؟ 3 حاجات دي شنو؟ تحمي من الباعوضة. وتاني وتقتل الباعوضة. وتاني واحدة تطرد الباعوضة بسرعة شديدة. وعندك صابون وناموسية. بختك والله. تعالي جاي. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. عجيبة 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 عجيبة. مشيت نقطع في السيلون. نقطع في السيلون. نقطع في السيلون. عملت شنو جوا السيلون؟ وضعت الزيتون. مقطعت الجسم الزيتون. وبالنملي عملت غصون. وبالنملي عملت غصون. والدخان دارج مجنون. والدخان دارج مجنون. الدخان دارج مجنون. الدخان دارج مجنون. هي الناموسية المشبعة دي ذاتها مدة صلاحيتها 3 سنة. يعني بتعيش معك 3 سنة. طيب يا عماد انت فكر معي في 3 سنة؟ ايوه. كيف نحافظ عليها 3 سنة دي؟ هذه عارفة. نحافظ على الناموسية ناخذها في راس البيت. لما انت خدها في راس البيت عم بيحافظ عليك من البارود شنو؟ الملاريا حتجيب ولا ما حتجيب؟ حتمرض ولا ما حتمرض؟ انا اقول لك تحافظ على كيف؟ شوف يا عماد الناموسية دي الشتاء قبل صلاة المغرب وتخش تنوم جواه. تتاكد من انه ما فيها شرط. اذا فيها اي شرط او اي قط لازم تخيطه. عارف ليه؟ لانه يمكن يدخل لك البارود. ايوه. الحاجة الثانية الناموسية دي متعرضة للشمس. يعني ما تحطها في الشمس. ايوه. لانه الشمس بتتلف المبيد اللي فيها. اهم شيء امشي الدكتور يشبع له عليه وله يمشي. ابحث امشي ابحث صبغة شديدة وجيب ناموسية. ناموسية. شغال في السوق هنا؟ وين؟ شغال. تمام. طيب قلنا الزوج جاته 4 مليار يعمل شنو؟
لا لا بقى لا لا يا سيدي انت حسيت ان عندك ملاريا تمشي وين؟ يحصل شنو؟ عشان تفحص تشوف الملاريا والملاريا ما بتتاكد الا بالفحص وصح وكلامك صح وتستاهل ناموسيه. ناموسيه. ابشر ورينا بتتحافظي عليها كيف؟ انت جاي لي عمر؟ انا ما جيت لي عمر، انا جاي سيدي الناموسيه دي انا اديها هديه لك. دي هديه خلاص دي ناموسيتك. مبروك تستاهلي صوقه شديده يا اخوان. الجماعة دي قاموا الزول ناموسية مشبعة. الناموسية بتعمل 3 حاجات. ال3 حاجات شنو؟ الناموسية أيوة بتعمل 3 حاجات. الناموسية المشبعة دي يعني احنا أساسا بتعمل لنا 3 حاجات. ال3 حاجات شنو؟ يعني حماية بتحميك من البعوضة دي نمرة 1، نمرة 2 تقتل البعوضة نمرة 2، ونمرة 3 تطرد البعوضة. وصبوا يا شهيد مبروك 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 البعوضة الجاية بالطين ومرقني مويتك برك دي خلت مسامح أحمد تئن شكانا الحمى شك لابد في الحن التقيل كل الدنك نقصيها لك لو كل ذلك قصاده ما في بعود الترك هما هو صداع هو استفراغ هو ألم في المفاصل هو إسهال. هما هو صداع معيط في الشعر. لا طيرة اعذروني. هما صداع استفراغ ألم في المفاصل هو إسهال. يا سلام. طيب يا عماد، إذا جوك الأعراض ديل أو واحد من الأعراض ديل عشان تبقى كويس حتعمل شنو؟ عارفة دي. أيوة. همشي الميكانيكي. ليش يا عماد؟ نجلتني درسني أزمني تعالى عجيبة تعالى عجيبة عملت جنون يوصلوا مزاد جسمه بالزيتون والنمل عملت وصول والدخان دار المضمون هي شكرا جزيلا.